شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتأليف الحديث قدم لكم النهاردة ماكينة فاكيوم غرفة واحدة رئيسية موديل 601. ماكينة سهلة وبسيطة الاستخدام، بتشتغل بكهرباء البيت العادية 220. حجمها مش كبير، ممكن نحطها في أي مكان ونبدأ شغل بيها. الماكينة اللي عندنا النهاردة تقدر تعمل لي عملية الفاكيوم لمنتجات كتير ومتعددة، طبعا أهمها المنتجات الغذائية عشان نقدر نحفظها أطول فترة ممكنة أثناء التخزين أو أثناء التصدير الخارجي اللي بيستمر لفترات كبيرة. النهارده احنا شغالين على منتج أكياس بن. زي ما شايفين عندي هنا كيس شفاف جواه كمية من البن، هنبدأ نعمل لها عملية الفاكيوم عشان نحفظها أطول فترة زي ما قلنا، ونشفط من داخل الكيس ده الهواء، ونوري حضراتكم التجربة العملية النهارده. طبعا هنبدأ نعمل شرح بسيط على أجزاء المكنة. عندي دي مسطرة اللحام الخاصة بالمكنة، نقدر نرص عليها أكتر من كيس على حسب حجم الكيس بتاعي. وعندي دي الغرفة الداخلية بتاعت المكنة. بعد كده عندي لوحة التحكم الخاصة بالمكنة، لوحة بسيطة مبتحتاجش أي عمالة مدربة. عندي هنا ده زرار الباور، وعندي الزرارين دول خاصين بعرض اللحام، وزرار هنا للطوارئ. بعد كده عندي 3 عدادات، كل عداد بيقوم بوظيفة. عندي أول عداد وقت الفاكيوم اللي بيتحكم لي في قوة الشفط من داخل الأكياس. بعد كده عندي عداد قوة اللحام بظبطه على حسب خامة الكيس اللي أنا شغال بيها. بعد كده عندي تبريد اللحام. كل عداد من دول بقدر اتحكم فيه من خلال الزرارين اللي تحته. من خلال الزرار ده بقدر ازود، ومن خلال الزرار التاني بقلل الاعدادات بتاعت العداد بتاعي. هنبدأ نعمل التجربة العملية بتاعتنا. نظبط الكيس على مسطرة اللحام عشان نتأكد ان هو هيلحم. بعد كده بنقفل باب الغرفة. اول ما بنقفل الباب بتبدأ معايا عملية الفاكيوم تلقائي، واول ما بتخلص بيفتح برضو معايا الباب لوحده. كده العملية خلصت، زي ما شفنا الباب اتفتح. ده شكل الكيس بتاعي بعد عملية الفاكيوم. زي ما شايفين طبعا الشفط او قوة الشفط واضحة. عندنا ده شكل اللحام. ماكينة فاكيوم غرفة واحدة رئيسية مقدمة لكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتأليف الحديث. كان معكم أدم محمد.